حاسس بصداع ودماغك تقيلة أو تنميل في راسك من فوق أو نبض عند العين، ولا فجأة جالك دوخة وزغللة وأول ما قمت الدنيا لفت بيك وكأنك هتغيب عن الوعي؟ أول كلمة بتيجي في بالك هي أكيد ضغط مش مظبوط، بس المشكلة الكبيرة بتبدأ هنا. هل هو ضغط عالي ومحتاج ألحق نفسي، ولا ضغط واطي ومحتاج حاجة ترفعه؟ الخوف مش من الصداع، الخوف من التصرف الغلط اللي ممكن يعلي العالي أكتر أو يوطي الواطي بزيادة. النهاردة هقولك على علامات واضحة في جسمك تخليك تفرق ما بين الضغط العالي والواطي، والأهم تعمل إيه في كل حاجة. نبدأ باللي بنخاف منه كلنا وهو الضغط العالي، واللي بنسميه القاتل الصامت، لانه ممكن يوصل لارقام مرعبه وانت مش حاسس. بس في علامات جسمك بيبعتها كانها انذار حريق، زي صداع تقيل ممكن متركز في الراس من الخلف وبتحس معاه بنبض في دماغك او تنميل. ممكن كمان صوت صفاره في ودانك، وساعات زغلله في العين. كمان ممكن رعشه في جفن العين او نزيف مفاجئ من الانف، وده في الحالات العاليه جدا. في الحالات دي لازم تهدى، وكمان كوبايه كركديه ساقع، وابعد عن اي اكل فيه ملح فورا، واتبع مع الطبيب طبعا، ولو حاله طارئه تروح المستشفى. نيجي بقى الناحيه الثانيه وهو الضغط الواطي. بنلاقي علامات زي الدوخه، وخصوصا لما تقوم من السرير او الكرسي فجأة وتحس ان الدنيا اسودت لثواني. ممكن كمان شحوب الوجه وبرودة في الاطراف. كمان ممكن نهجان مع اقل مجهود، وبتحس ان قلبك بيدق بسرعة او كأنك عايز ترجع كده. ساعتها ترفع رجلك على مخدة عالية علشان الدم يرجع للمخ، او تاخد حاجة مملحة او ادوية تعلي الضغط، نقط او اقراص او محلول.